عايز اتكلم على مباراة الاهلي وبيراميدز امبارح. طبعا انا ما كنتش عايز اتكلم خالص امبارح. يمكن الماتش كان متوسط المستوى او فوق المتوسط شوية، يعني لحد ما كان فيه اثارة وكان فيه شفنا شوية كورة. ولكن طبعا بوظ الماتش محمود البنا. فبداية كده انا عايز اتكلم عن التحكيم. عايز اقول ان المباراه كانت الى حد ما ماشيه بمستوى معقول، رايحه جايه ما بين الاثنين، وزي ما انا توقعت وقلت ان المباراه هتبقى عاديه، مش هيبقى في اكتساح لبيراميدز زي ما الناس كانت بتقول قبل المباراه. وشايف ان المباراه كانت ماشيه كويس جدا، والاهلي بالعكس هو اللي كان مضيع كوره تقريبا او كورتين، ولحد ما احرز رامي ربيعه هدف في نفسه. ولحد ما جه بقى موضوع الطرد ده واللي بوظ الماتش نهائي. انا عايز اتكلم بس على حاجه مبدئيا خارج محمود البنا. هو الفار ناداله ليه؟ يعني هو الاهلي ما ينفعش يبقى خسران 1-0، يعني لازم يحصل اي حاجه تغير مجريات الماتش وترجع تاني المباراه لنقطه الصفر، او يركب الاهلي المباراه. كلنا شفنا احمد توفيق تدخل عادي جدا، الحكم كان واقف قدام الكوره، يعني الحكم كان مش محتاج اي فار خالص، الحكم كان واقف في وش الكوره بالظبط وحتى ما حسبهاش فاول. وبعد ما الكرة عدت وبتاع لقينا الفار، اتفاجئنا ان الفار بينادي للحكم. طبعا انا عن نفسي مش فاهم هو في ايه اصلا، انا بحسب الكرة عدت، بحسب في حاجه تانية كانت قبل الكرة. اتفاجئت ان هو بيعدي للكرة دي وبيروح يتفرج ان الكرة فيها شكل طرد. طيب نفترض ان محمود عاشور على الفار، الراجل بيقول له تعالى بص وانا شايف ان هي ممكن ترتقي لان هي تبقى طرد. هل انت يا كابتن محمود لما رحت شفت الكوره في الاعاده شفتها في الفار، حضرتك شفت ان هي فعلا ترتقي ان هي كارت احمر؟ يعني انا دلوقتي لما بكون في التحام ما بين لعيب وايديه مفروده، وسواء جت في صدره وجت في بقه وجت في مناخيره جت في وشه ايا كان جت فين، لما ايديه تبقى مفروده كده، ده معناها ان هي ترتقي لطرد او حتى انذار؟ ده احنا بنقول لو انت اصعب حاجه حكم يعني كنت قاسي على اللعيب هتحسب فاول وهتحسب انذار. هنفترض يعني ان انت حسبت فاول وانذار رغم ان انت في الماتش نفسه كنت قدام الكوره وما حسبتهاش اصلا فاول. الفار نادالك، حضرتك رحت شفتها ورجعت قلت لا ده كارت احمر، حضرتك بوظت الماتش نهائي. يعني انت بوظت الماتش، الراجل ظلم جدا طبعا المدرب. يمكن هو كان قبل المباراه الناس كلها بتقول كان ان هو كعبه عالي على الاهلي وان هو مكتمل الصفوف اكتر من الاهلي. ولكن هو انا في رايي ان هو ادار الماتش سيء خصوصا بعد الطرد. كانت تغييراته الى حد ما مش موفقه. حتى من بدايه المباراه انا يبقى عندي مهند لاشين، يعني انا وجهه نظري مهند لاشين ده احسن نص ملعب في مصر. اقعده ولاعب اتنين يمكن حركتهم بطيئه شويه، الكارتي وتوريه. يعني انا بشوف ان اللي ما كانش ينفع الاثنين دول يبداوا مع بعض، كان على الاقل لازم مهند لاشين مع واحد منهم. واحد زي الشيبي ده احسن باك رايت في افريقيا كلها، مش في بيراميدز او في مصر بس. اعيده احتياطي، مش فاهم وجهه نظرك. ولكن المباراه كانت ماشيه 50-50 لحد الطرد، وزي ما شفنا الشوط الثاني بدا والاهلي يمكن ضغط شويه، وهي دي كانت فتره الاهلي ضغط حتى بعد ضربه الجزاء بتاعت بيراميدز، ضغط لمده حوالي 5 دقائق احرز فيهم هدفين. بشوف ان الاهلي لعب 5 دقائق بعد هدف بيراميدز الثاني. شفنا ان الاهلي ضغط كويس جدا. كان كل خطوط الاهلي يعتبر في نص ملعب بيراميدز. حسين الشحات كان فايق في ال5 دقائق دول، عمل عرضيتين ممتازين واحرز منهم الاهلي هدفين ورا بعض. ولكن في حاجه غريبه جدا ان الاهلي تراجع بعد الهدفين بطريقه غريبه جدا. كان الاهلي، انا كان وجهه نظري الاهلي لو كان ضغط شويه بعد الجونين دول، الاهلي كان ممكن يحرز الثالث والرابع. لان كان بيراميدز فيه تراجع غريب جدا لحد اما الراجل اكتشف ان ناحيه اليمين اللي فيها الشحات بدات يبقى فيها مشاكل، بدا بقى ينزل كريم حافظ عشان يقفل الحته دي شويه وطلع ابراهيم عادل. يمكن يعني دي كانت التغييره دي كانت معقوله من المدير الفني. ولكن الاهلي كان غريبه جدا رغم ان كان فاضل حوالي اكتر من 35 دقيقه. الاهلي بعدها ما كانش ليه فرص حقيقيه برغم النقص العددي لبيراميدز.
الاهلي ما كانش ليه خطوره بعد الهدفين بطريقه غريبه جدا، لحد ما جت ضربه الجزاء برضو وشفنا يعني. انا وجهه نظري ضربه الجزاء دي 50-50، يعني ممكن تتحسب وممكن لا. في ناس بتقول لك ان محمود البنا جات له نفس الكوره في ماتش الاهلي والمصري قبل كده وما اتحسبتش للمصري ضربه جزاء، ولكن هي كده كده الحكام خلاص، احنا مفيش مسطره واحده ماشيين عليها. الحكام بالمزاج، عايز يحسبها، عايز ضغط جمهور، بيخاف زي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات ان الحكام بتخاف من الاهلي اكتر ما هي بتراعي ضميرها، لان طبعا هي بتشوف ان انا لو غلطت مع الاهلي او جيت على الاهلي او ما خدمتش الاهلي، ان انا هاجي بعد الماتش الاهلي هيعمل لي مشاكل كبيره والاهلي هيعمل عليا حمله وممكن اتوقف. محمود البنا السنه دي عامل 3 مشاكل مع الاهلي، او 3 فضايح تحكيميه لصالح الاهلي. شفناه في ماتش زد، ضربه الجزاء الغريبه جدا اللي ما اتحسبتش على كوكا، وشفناه في ماتش المصري لما الشناوي حضن المهاجم وهو اكنه مش شايف الكوره، وماتش امبارح ماتش بيراميدز طبعا وشفنا الفضيحه بتاعه طرد احمد توفيق. وحاجه غريبه جدا ان الراجل يمكن كان عليه لغط كبير جدا بسبب الماتشين اللي قبل ماتش بيراميدز، ورغم كده بيجيبوه في ماتش زي ده، وماتش مهم وماتش يعني يعتبر من الماتشات الحاسمه ومنافسه على الدوري. الفريق الاول والثاني بينافسوا على الدوري ومعهم الزمالك، ويجيبوا محمود البنا في ماتش زي ده ويعمل مصيبه اكبر من مصايب الماتشات اللي قبلها. فحاجه غريبه برضو من لجنه الحكام ومن رابطه الانديه. انا مش فاهم بصراحه هم بيفكروا ازاي او هم عايزين ايه بالظبط. الناس زعلانه امبارح، وكابتن سامح حفيظ زعلان ان بيقول لك الدوري موجه. يا جماعه هو احنا ما بنشوفش؟ يعني هي الناس معلش الاهلاويه مع احترام الاهلاويه كلهم، الاهلاويه طبعا فرحانين ومش فارق معاهم، احنا كده كده كسبانين. تقعد تقول لي تحكيم، هنجيب لك مبررات، اصل في كوره من 50 سنه كانت ما اعرفش ايه وبتاع، وبيقارنوا كوره عمرو السوليه اللي هي اصلا كوع صريح في وش الراجل، وبيقول لك اصل دي هي بتاعت احمد توفيق. فكده كده الاهلاويه ما عندهمش مشكله وانا معاهم جدا، انا فريق كسبان، انا ما ببصش للتحكيم ولا ببص للكلام ده كله. ولكن المشكله هنا في المنظمين، سواء رابطه الانديه او اتحاد الكوره او لجنه الحكام. انتوا فين من اللي بيحصل ده؟ بقى في بجاحه غريبه جدا، وعاجبك مش عاجبك اخبط دماغك في الحيط، وهو ده الدوري بتاعنا، وهو ده اللي احنا بنشوفه نتاج الدوري بتاعنا. هو ده منتخب مصر، وهو دي الكوره في مصر دلوقتي، اتجاه واحد بس، الاهلي ياخد الدوري. يا جماعه خلاص يعني نريح نفسنا وبلاش منافسه ونلغي الدوري وندي للاهلي. زي ما بقول عايز اتكلم في الكوره، ولكن انا مش لاقي حاجه اتكلم فيها بصراحه، لان انا بشوف ان التحكيم بوظ المباراه، بوظ متعه المباراه. لو بيراميدز كان كامل العدد كنا هنشوف مباراه تانية خالص، سيبك من مين اللي يكسب، على الاقل كنا هنشوف كوره حلوه، فريق كامل العدد وفريق كامل العدد، كنا هنشوف مباراه افضل من كده بكتير، كان نشوف هجمه هنا وهجمه هنا. لكن احنا للاسف ما شفناش. طبعا بيراميدز ما كانش بيروح للجون، نظرا ان هو بيحاول ان هو يدافع على قد ما يقدر. الاهلي برضه كان كولر كان خايف جدا من بدايه المباراه، ما بيهاجمش، وحتى بعد الطرد ما شفناش اللي هم ال5 دقائق بس اللي هم اول الشوط الثاني، بعد كده برضه ما شفناش هجوم. يمكن لو كان الفريقين كاملين العدد كان المباراه كانت هتبقى احلى من كده بكتير. بوظتوا متعه الكوره للاسف في مصر، وكل ده ليه؟ مش عارفين ايه السبب. كرة للاسف من سيء لاسوء في مصر بسبب التحكيم. الواحد نفسه يتكلم كوره مش عارف يتكلم كوره بسبب اللي احنا بنشوفه. عايز اتكلم يمكن عن فرود الاهلي الجديد. يمكن انا شايف ان هو كانت تحركاته كويسه ولمساته كويسه، عنده حاجه، ولكن انا برضه ما بحبش احكم على لعيب من اول مباراه. لازم نستنى نشوفه فتره مع المباراه، هل هو هيلعب اساسي اصلا الفتره الجايه ولا وسام لما يرجع هيلعب، احنا لسه مش عارفين. عايز اتكلم تاني حاجه عن صفقات الاهلي. بصراحه يعني الاهلي، انا قلت في فيديو قبل كده، الجمهور مستعجل وكله كان جاي على الاداره، وانا بشوف ان كان السبب الاكبر كان كولر. هو في مشاكل الاهلي اللي فاتت كولر عايز لعيبه جاهزه وخلاص، كولر ما بيعرفش يتصرف وهو في وسط ضغط او في وسط نقص عددي، ما بيعرفش يتصرف. ولكن قلت هيصبروا على لسه شهر واحد ما خلص، اصبروا على الاداره. وفعلا الاداره هي بدات، جابت الفيرود وجابت العش، وفي اتجاه دلوقتي خلاص زي ما عرفنا طبعا ان في لعيب سويسري اعتقد جاي. والصدمه الكبيره اللي ليا انا شخصيا اشرف بن شرقي. يعني انا بشوف ان اشرف بن شرقي اعلى كواليتي لعيب موجود داخل القاره الافريقيه في الهاف الشمال. اشرف بن شرقي صفقه لو تمت بجد للاهلي انا شايف ان هي صفقه سوبر.
صفقه مضمونه. سيبك من اي لعيب تاني احنا بنتكلم عليه، لعيب سويسري او اللعيب الفيرود اللي الاهلي جابه دلوقتي، كلهم لعيبه كويسه، بس احنا مش عارفين، ما شفناهمش قبل كده، مش عارفين هيقدروا يتاقلموا لا ولا لا في معانا هنا في الدوري وفي افريقيا. ولكن اشرف بن شرقي معروف، لعب في الوداد ولعب في الزمالك ولعب في افريقيا ولعيب دولي ولعب منتخب المغرب. اعتقد ان اشرف بن شرقي لعيب ممتاز، وصفقه هتبقى صفقه قويه جدا 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 للنادي الاهلي. انا شخصيا يعني حزين كزملكاوي طبعا ان اشرف بن شرقي ده انا كنت بحبه جدا. لعيب انا بشوفه ان هو هاف متكامل، الاهلي فعلا محتاجه. اتكلمنا كتير الفيديوهات اللي فاتت، قلنا ان الاهلي محتاج هاف اجنبي يكون قوي جدا، لعيب بيكون بيحرز اهداف، لعيب انا بشوف ان هو لعيب بيحرز اهداف، لعيب مهاري بيعدي واحد لواحد، بيكمل جوه ال 18، بيجيب اهداف من عرضيات، بيجيب اهداف ضربات راس. لعيب انا بشوفه قوي جدا قوي جدا، هيفيد الاهلي. مبروك للاهلي اشرف بن شرقي، لو تمت بجد هي دي الصفقه السوبر الحقيقيه للنادي الاهلي. واعتقد اللي هتفرق مع الاهلي الفتره الجايه بطوله افريقيا وفي كاس العالم للانديه لو تمت. وعايز اقول رساله اخيره لمجلس اداره نادي الزمالك. كلنا عارفين ان الظروف صعبه وان انتوا جيتوا في تحدي صعب، بس الكلام كابتن حسين لبيب كلامه قبل ما يخش، احنا عارفين ان التحديات صعبه ولكن احنا قدها وهنحل مشاكل الزمالك وهتشوفوا الزمالك. احنا مش شايفين حاجه يا كابتن، احنا كنا بنشوف اللي كنا بنغلط في مرتضى منصور ونقول مرتضى ومشاكله، ولكن مرتضى كان بيجيب صفقات، مرتضى كان بينافس على كل الصفقات. للاسف دلوقتي مفيش حاجه في الزمالك، وللاسف المنافسه هتبقى صعبه جدا في ظل ان الاهلي سكواده هيبقى عالي جدا. الاهلي يعتبر حل 3/4 مشاكله تقريبا او يمكن كلها، مع انتظار طبعا اداء اللعيبه الصفقات الجديده ان هي تثبت وجودها طبعا، وتثبت ان هي احقيتها ان هي ترتدي الفانله الحمراء. ولكن الزمالك هيلاقي صعوبه قويه جدا الفتره الجايه. طبعا شفنا سكواد بيراميدز ودلوقتي الاهلي، فاعتقد الموضوع هيبقى صعب جدا، المنافسه على الدوري والكاس وبقيه البطولات. فبشوف ان مجلس الاداره الموضوع هيبقى صعب جدا. انا عارف ان هو خلاص فاضل 3-4 ايام، وعارف ان الاداره مش هتقدر للاسف تجيب لعيبه، وحتى لو جابت هيبقى اغلبها لعيبه محليه مش معروفه. بشوف ان الزمالك يعني هيبقى في وضع صعب الفتره الجايه دي، خصوصا في الازمه الماليه وقله عدد اللاعبين طبعا والسكواد اللي مش كامل. فالموضوع هيبقى صعب على الزمالك. خلونا نشوف الفتره الجايه الزمالك هيعمل ايه، هيقدر يعمل حاجه في الوقت اللي فاضل ويقدر يجيب صفقات، ولا الموضوع هيبقى صعب خلاص. نتمنى طبعا الافضل لنادي الزمالك وللدوري بشكل عام، عشان متعه الدوري يا جماعه. متعه الدوري خلاص للاسف بتبقى بتبوظ من فتره للتانيه. اداء سيء جدا من التحكيم بيأثر على متعه كره القدم في مصر، وهنفضل في الدايره المغلقه دي لحد ما لا نهايه طبعا، لان احنا شايفين ان اداء التحكيم من سيء لاسوء.